السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعين توب تيم، وحشتوني جدا جدا، غايبة عنكم بقالي كتير بس لظروف خاصة جدا جدا. سامحوني واعذروني. جاية لكم بقى النهاردة في فيديو يفرحنا، وهو انهيار وجنون عمرو أديب. طبعا متعودين على العنوان ده لأن دايما الأهلي حارق دمهم، وبنقول عاجل جدا فوز النادي الأهلي على المقاولون العرب. شايفين يا ناس؟ شايفين الأهلي بيعمل إيه؟ شايفين يا زمالك؟ شايفين الاهلي بيعمل ايه؟ الاهلي بيفوز النهارده بالفرقه التانيه، اكتر من تلتين الفريق النهارده غياب في غياب، لعيبه كتير جدا غايبه النهارده. بنتكلم على علي معلول، بنتكلم على حسين الشحات، بنتكلم على لعيبه كبيره غايبه من النادي الاهلي. ورغم كل ده الاهلي بيفوز النهارده وبيتالقوا وبيبدعوا، بيعملوا مباراه رائعه النهارده. هو بيقدر يفوز على المقاولين العرب. تخيلوا معايا كده الكابتن او الاستاذ عمرو اديب مسخر الزمالك على صفحته الرسميه بعد انتهاء مباراه الاهلي مقاولين العرب. وجه كلمات كلها كلمات صارخه صارخه جدا للعيبه الزمالك. قال لهم شايفين لعيبه الاهلي بتعمل ايه؟ شايفين التالق؟ شايفين الابداع؟ لعيبه الاهلي اللي بتقاتل في ارض الملعب، لعيبه الاهلي اللي بتدوس على نفسها عشان خاطر تكسب. الاهلي اللي بسم الله ما شاء الله عليه عمل كل حاجه في الكوره النهارده طاهر محمد طاهر بيسجل هدف عالمي، وقفشه بيعمل اسيست ولا اروع، وكمان امام عاشور مش عايز انساه، اللاعب مهم جدا جدا، اللاعب اللي بيعمل كل حاجه في الكوره، اللي في خط النص واللي بيمتعكم بلعبه. بسم الله ما شاء الله عليه النهارده على النادي الاهلي كله تألقوا، ابدعوا غير طبيعي، ابدعوا ابداع غير طبيعي. تخيلوا كده معايا، يعني الاستاذ عمرو اديب اللي قال انا نفسي اشوف الزمالك بيلعب مره زي الاهلي. صعبه يا عمرو، صعبه برضو، ما توصلش للدرجات دي. يعني مش للاهلي، لاي فريق تاني ماشي، انما للاهلي لا، صعبه. المهم، نفسي اشوف الزمالك بيقاتل زي الاهلي، نفسي اشوف الزمالك بيدوس على نفسه زي الاهلي، بيلعب كوره كده زي الاهلي. الاهلي في حته تانية خالص. الاهلي خلاص يا ساده، يعني لعب 4 مباريات دلوقتي وخد النقاط كامله. بيتهيألي كده خلاص الاهلي مش هيلاقي ليه اي منافس في الدوري. بيراميدز بيقع، الزمالك مش بيقع، الزمالك واقع من زمان يا عمرو، احنا عارفين الزمالك وقع. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله على النادي الاهلي، بقى هو اللي يمشي في وجهه، واللي بسم الله ما شاء الله عليه. عزيزي المشاهد، هو ده كان فيديو النهارده. شكرا لكل اخواتي وحبايبي اللي بيتابعوني في قناه توب تيم، اهلا بيكم معايا، مستنيه دعمكم اللي انتم معوديني عليه. واسفه جدا على فتره غيابي، والله كان غصب عني. اليوم اللي ما بنزلش فيه فيديو فعلا بكون متضايقه، لان تواصلي معاكم بيبقى اهم شيء بالنسبه لي، وتقبلوا يعني اسفي الشديد جدا على تاخير عليكم الفتره اللي فاتت، وان شاء الله مش هتكرر تاني. وشكرا ليكم على حسن المتابعه، وما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد وحصري في عالم كرة القدم، وكمان اللايك والشير كتير عشان يوصل لأكبر عدد من المتابعين. كنتم مع توب تيم.